خايف يكون حلمك ضاع بعد العربي النهاردة؟ خايف تكون ضيعت كتير ومش عارف ايه اللي ممكن يحصل، او شايف ان حلمك فعلا معادش ليه وجود؟ كمان مش عارف تعمل ايه في الفرنش بعد بكرة؟ كمل معايا الفيديو للاخر. في وسط الفيديو هقول لكم كذا حاجة حصلت قدامي وانا شفت ده شخصيا، وده سبب ان انا اعمل لكم الفيديو النهارده، وهقولك ازاي تتعامل مع الفرنش باذن الله. بس يلا، قبل اي حاجه ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش كالعاده تدعي لكل الناس اللي تظهر دلوقتي قدامك على الشاشه ان ربنا يوفقهم ويكبر بخاطرهم ويفرحهم ويحققوا احلامهم باذن الله، وانت كمان تحقق حلمك باذن الله. بحق الليالي المباركه دي ربنا معاكم ويكبر بخاطركم يا رب، طلعكم مجبورين من الخاطر. يلا نبدا ونشوف هنعمل ايه. ناس كتيرة شايفة ان امتحان العربي النهاردة كان صعب، ناس كتيرة شايفة ان امتحان العربي كان سهل، وانت مش عارف هو فعلا كان صعب عشان كده انت محلتش، ولا كان سهل وانت شايف ان انت مكنتش مذاكر. هقولك يا سيدي باختصار، حساباتك مش زي حسابات ربنا. دي اول حاجة لازم تكون عارفها ولازم تكون مقتنع بيها تماما خلال فترة الامتحانات. اقتنعت بالجملة دي هتقدر تكمل اللي بعد كده. ازاي؟ تعالى اقولك ازاي. انا مثلا بفهم المعلومه متاخر شويه فبحل متاخر شويه، لكن انت بتفهم المعلومه بسرعه جدا، فاول ما هتشوف السؤال هتحله. طب انا كنت مذاكره النقطه دي قبل كده فجيت احلها حليتها بالشبه، يعني مش فاكر جت كده. هل انا كده حليت غلط؟ لا، انا حليت صح لان انا كنت فاكرها بس مش قوي. طب النهارده بقى اللي حصل في الامتحان، وان معظمكم كان شايف ان اللجنه صعبه ومعظمكم كان شايف ان هو مش قد التوتر ده. على فكره انتوا السنه دي معاكم فرص كتير حلوه قوي، ان انتوا دخلتوا من السنه اللي فاتت اللجان في مواد غير مضافه للمجموع. يعني انتوا شفتوا الجو وشفتوا الهيئه وشفتوا الدنيا بتكون عامله ازاي، شفتوا ان انتوا لو اتحط قدامكم ورقه الامتحان وشفتوا اللجنه بتكون صعبه ولا سهله ولا شاده. انتوا شفتوا كل حاجه بس ما استغلتوش النقطه دي زي ما احنا اتفقنا. طب يا سلمى سؤالي دلوقتي، هل انا بعد النهارده حلمي ضاع ولا حلمي لسه موجود؟ عايزه اقولك ان حلمك لسه موجود. انا اعرف ناس شخصيا، يعني عايزه اقولك ان هم صحابي اصلا في طب المنصوره وفي طب دمياط. كل الناس دي كانت خارجه من امتحان العربي مش حله. يعني انا عايزه اقول لكم ان هي كان مغمى عليها اصلا وراحوا المستشفى. الناس دي هتقولي طب ما الناس اللي بيغمى عليهم دايما بيروحوا المستشفى دول الاوائل وكده. لا، على فكره مش دايما كده، ومش دايما اللي بيغمى عليه هو ده اللي كان مذاكر وهو ده اللي بيطلع الاول. لا، هم فعلا كانوا واقعين في العربي وكان عندهم يقين كده ان هم شايلين العربي وش. يعني هم كانوا شايفين ان هم داخلين دور تاني. متخيل بقى ان يوم النتيجة يلاقوا نفسهم جايبين مجموع ما كانوش حاطينه اصلا؟ هتقولي طب ده ازاي؟ علشان هما كالعادة وزي اللي انتوا بتعملوه دلوقتي، اول ما الاجابات بتاعة النموذج هينزل كلكم هتروحوا تشوفوا الاجابات. انا عندي النقطة دي غلط وانا عندي النقطة دي غلط، لا ده الامتحان كله غلط، ده انا كده شايل المادة، ده انا خلاص مش هعدي. كل ده غلط في غلط في غلط. نفس اللي حصل معايا من شوية لما انا جربت اسأل الامتحان عامل ايه، كانوا الردود مختلفة جدا. الامتحان صعب، ده انا محلتش، ده انا تعبي راح على الفاضي، ده انا شايف ان انا اللي انا عملته وما لقيتلوش نتيجة. هو انت بصيت للغيب وشفت ربنا حاطط لك ايه، او شفت اللي ربنا عينهولك واللي انت هتشوفه بعدين؟ عايزه اقولك ان حلمك ما انتهاش، حلمك ما وقعش، حلمك لسه موجود. وانا ممكن اجيب لكم منهم اسكرينات النتيجه ذات نفسها واوريها لكم ان هم فعلا كانوا عدوا ودخلوا. انا كنت ازهر علشان كده اتكلمت عليهم لانهم عام. بس امتحان العربي السنه اللي فاتت كان اصعب من امتحانكم بمراحل، كان الجو عندهم شديد اكتر، ما بدأوش بمواد مش بتضاف للمجموع زيكم. فان هم يكونوا خارجين من اول امتحان متوترين ومش عارفين وفي نفس الوقت يدخلوا طب، فالدنيا كده كويسه وانت ان شاء الله هتحقق حلمك وهتدخل الكليه اللي انت نفسك فيها. بس ما تقعش بقى وتقول اصل انا وقعت في العربي فانا حلمي طار فمش هكمل. كده انت غلط. لا، ابدأ. والنهارده بداية جديدة، يعني سيب امبارح بقى، كل يوم في بداية جديدة، كل يوم في حاجة جديدة، كل يوم أحداث.
ربنا مش هيضيع تعبك على الفاضي، مش هيضيع تعب اهلك على الفاضي. حتى لو انت ما تعبتش وما تستاهلش، ربنا مش هيضيع تعب اهلك على الفاضي، والفلوس اللي هم صرفوها وكل حاجة عملوها. ايا كان الكلية اللي انت هتدخلها، فاعرف ان انت المجال ده اللي انت هتدخله، بس ما تستسلمش. لسه في ايام جاية، لسه في امتحانات زيادة، لسه في تعويضات جاية. ممكن ان بيقولوا دايما، او اصلا دي حاجة صح جدا، اغلط في المواد الثقافية وما تغلطش في العربي وهكذا. طب ما انت ممكن تقفل المواد الثقافية، ولا انت غلطت في العربي هتشير بالمواد الثقافية فانت هتدخل الكلية اللي نفسك فيها. الموضوع مش محتاج يعني. قوم بقى، سيبها لله وافتح يلا الفرنش. وانت خليك عارف ان ده بداية جديدة، خليك عارف ان في ناس قسما بالله كمان مرة كانت واقعة في العربي وخايفة موت ودخلت طب المنصورة. وانت عارفة ان طب المنصورة اكتر كلية بتاخد مجموع عالي على مستوى المحافظات، هي معروفة دايما. طب تمام، يعني ايه؟ يعني هي قصرت ودخلت طب المنصورة. انتوا متخيلين المعادلة؟ متخيلين حسابات ربنا عاملة ازاي؟ متخيلين ارادته عاملة ازاي؟ ما تيأس، ما تستسلمش، لسه في جديد، لسه في جاي. يلا انزل بسرعة، اكتب الدعوة بتاعتك تحت في الكومنتات، يلا لسه في. طب ايه النقطة التانية بقى اللي انا هتكلم معاك في الفيديو ده النهاردة فيها؟ تاني نقطة هنتكلم على الفرنش اللي هو المفروض بعد بكرة. حلو اوي، هنعمل فيه ايه؟ معاك 4 وحدات فرنش. النهاردة يا باشا خلاص، انت المفروض جيت من الامتحان، نمت ساعة 2 3 4. الفيديو ده عما ينزل هيتأخر ممكن. خلاص لو نزل على الاقل خلونا نضرب المثل ب 12، ممكن ينزل قبل كده باذن الله. خلونا نضرب المثل ب 12. نزل 12 هتبدا ان شاء الله من بعد 12. انت لو كنت نمت بالنهار فانت اكيد هتسهر. هعمل ايه يا سلمى بعد ما اسهر؟ هتاخد اول 2 يونتس مع بعض. بعد ما تاخد اول 2 يونتس مع بعض تبدا تحل عليهم زي الشاطر. طب بعد ما احل عليهم واظبطهم كويس واحفظ الكلمات جدا، هحل على الاتنين التانيين. هتقولي كل ده في يوم؟ كل ده هقدر؟ على فكرة هتقدر جدا. ده بداية مرحلة جديدة انت بتتغير فيها للأحسن. انت ان شاء الله بعد كده في الجامعة هتبقى مطالب ان انت تلم 700 صفحة في ليلة، يعني ده حاجة كده قليلة جدا. خلاص تمام، احنا اتفقنا هتعمل ايه. هتاخد اول 2 يونتس لحد مثلا قول 8 9 وتنام، وتصحى على واحدة تشتغل من 1 ل5 التيونتس التانيين. كده انت ظبطت المنهج كله، وتبدأ تحل شامل زي الشاطر كده من 5 ل10. اخر ساعة هتلم المنهج كله، الكلمات الاساسية اللي انت كنت طلعتها في نوت كده وانت بتذاكر. هتطلع الكلمات الاساسية في جنب علشان تذاكرها كويس. خلاص طلعت الكلمات الاساسية، طلع الحاجات المفيدة اللي انت هتستفاد منها، الحاجات اللي انت غلطت فيها في الحل. كل ده يبقى في نوت جنبك. النوت دي مهمة جدا جدا جدا، هتحتاجها اخر ساعة اللي هي من 10 ل 11 قبل ما تنام، تكون لمالك المنهج كله. متفقين على النقطة دي؟ خليك عارف ان ارادة ربنا ورحمته واسعة، وان اللغة اصلا سهلة، فانت ان شاء الله هتلمها وهتحلها وهتقفل المادة بتاعتها، والامتحان هيجي باسهل مما يمكن. وانا هتابع معاكم في الجروب كمان باذن الله. وحبايبي بتوع الازهر، انا والله مش مقصرة معاكم، بس حظكم جه معايا كده ان انتوا اشتغلتم وانا بدأت فاينل، فالاتنين جم سوا. انا ما قدرتش ان انا اوفق بين الاتنين، بس باذن الله باذن الله بدون مقاطعه هبدا اتابع معاكم بقى من الماده الجايه اللي هي ماده التلات هتكون للادب، وماده الاربع هتكون للازهر. اكتب الازهر علمي سوري، اكتبوا لي تحت في الكومنتات بقى ايه الماده اللي عليها الدور وايه الماده اللي عليها الدور، علشان هعمل لكم كامب زي بتاع العام منفصل لوحده علشان اتابع معاكم زيهم. وحقكم عليا والله، بس صدقوني كان غصب عني جدا. يلا انزل بسرعه تحت في الكومنتات، اكتب الدعوه بتاعتك، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بدون مقاطعه هتحققها وتحقق حلمك باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.